السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطلة فيلمنا النهاردة جندية سابقة، جوزها بيموت بطريقة بشعة جدا، فبتقرر ترجع لعادتها القديمة والقتل علشان ترجع حقه، لكن بتكتشف أثناء رحلتها أمور خطيرة جدا ممكن تغير العالم. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع ليزا اللي كانت قاعدة بتتكلم مع الطبيب النفسي بتاعها، وبيبان عليها إنها متضايقة بسبب فقدانها لابنها الوحيد، وبتحكي للطبيب إنها كانت جندية في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهاين، وفي واحدة من المهمات اتعرفت على جوزها إيريك وحبوا بعض واتجوزوا، وبعد ولادة طفلهم الأول قررت ليزا الاعتزال تماما لأنها ما بقتش قادرة تقتل بعد كده خلاص. ولكن أول ما ابنهم اتوفى إيريك فضل يشغل نفسه في المهمات على أمل إنه ينسى، وبيبقى إيريك في الوقت الحالي في البرازيل بيعمل مهمة والمفروض انه يجي بكره، لكن ليزا ما كانتش تعرف الصدمه الكبيره وان إيريك تم تصفيته في الشارع على مرأى من الجميع. تاني يوم بتيجي مكالمه لسوزان صديقه ليزا المقربه، وبتعرف من خلال المكالمه اللي حصل لإيريك وانه حاليا في المشرحه، فبتتصدم طبعا وبتروح لليزا علشان تعرفها. ليزا بتتصدم ان حب عمرها اللي كان بيصبرها على الحياه خلاص مات، وبتبقى المفروض تروح مع سوزان للبرازيل علشان يتعرفوا على الجثه، وبتتصدم اكتر لما سوزان بتعرفها انها كانت حرب عصابات ومات إيريك وهو بيصفي حسابه معاهم. سوزان ما بتكونش مصدقه ان جوزها الوطني كان ليه علاقه بعصابات تجاره الممنوعات دي ابدا، وبتفضل ليزا تبحث عن الموضوع وبتتضايق انهم كاتبين عن إيريك انه تاجر ممنوعات، اتخانق مع عصابه منافسه ليه ونجح انه ياخد السلاح ويخلص عليهم. مشي بعدها إيريك علشان يروح للسفاره الفرنسيه بتاعتهم، لكن قبل ما يدخل السفاره تمت تصفيته بالكامل عن طريق عده طلقات، وبنكتشف ان ابنهم مات في سن صغير بسبب مرض السرطان، ومن ساعتها وكل حاجه في حياتهم متلخبطه. ليزا بتفكر تخلص على نفسها علشان ترتاح من العذاب اللي هي فيه، لكن مش بتقدر تضرب بالمسدس، فبتقرر تاخد حبوب منومة كتير يمكن تموت، لكنها بتفقد الوعي تماما وبتنام علشان تكلمها سوزان الصبح لانهم هيتأخروا على الطيارة اللي هتوديهم للبرازيل، وبيتحركوا الثنائي على البرازيل. واول ما ليزا بتشوف الحالة اللي فيها جثة جوزها بتبكي من منظره، بس على طول بتقرر تدور ورا الموضوع وتفهم ايه اللي حصل. علشان كده بتفتح الجهاز بتاعه وبتلاقي بيانات بكميات كبيرة، ومن ضمن الفيديوهات الموجودة كان في شخص مقنع بيتكلم مع دكتورة وبيعرفها انهم بيزيفوا ادوية كتيرة، علشان تكتشف ليزا انه تم القبض على شحنة من الادوية المزيفة من فترة قريبة، وبتقدر توصل لاسم الشخص، وبتطلب من سوزان انها تدور وراه. بعدها بتقرر سوزان انها تمشي، وبتفضل ليزا علشان تحقق ورا قضية قتل جوزها وتكتشف الحقيقة، وبتلبس وقتها قلادة الموت الخاصة بيها كاعلان انها ترجع من تاني للقتل والشراسة. وبتروح ليزا للاسم علشان تسأل المحقق المسؤول عن القضية وصل لايه، لكنه بيطلب منها ترتاح وتخليهم يشوفوا شغلهم. وقتها ليزا من غير ما ياخد باله بتسحب صورة شخص المفروض انه متورط في الموضوع، وبتاخد الصورة وبتمشي، وبتأجر بعدها بيت تقعد فيه لحد ما تخلص مهمتها. وبتنزل كمان تروح لواحد تطلب منه أسلحة، فبياخدها معاه لست معينة بتتاجر في الأسلحة. الست أول ما بتشوف ان ليزا معاها فلوس كتير بتستغرب انها ماشية بالكمية دي كلها ومش خايفة، طبعا لانها ما تعرفش مين هي ليزا، فبيطلعوا الأسلحة يقدموها لليزا. لكن عند لحظة معينة الست بتدي الأمر علشان يتخلصوا منها، ولكن ليزا بتفاجئ الجميع وبتضرب الست اللي بتهجم عليها. اما الراجل التاني فبتاخد منه المسدس وبتوقعه على الارض بسهوله، وبتجبر صاحبه المكان تحكي لها عن صاحب الصوره اللي خدتها من الاسم، وبتفهم انه فرد في عصابه خطيره جدا. فبتاخد منها ليزا الاسلحه والمتفجرات اللي محتاجاها وبتمشي، وبتفضل بعدها تبحث عن العصابه اللي قالت عليها الست، وبتجمع كل البيانات اللي محتاجاها، وبتروح بعدها تشتري عربيه علشان تقدر تتحرك بيها بشكل افضل، وبتلف بعدها على الناس كلها علشان حد يبلغها بمكان فرد العصابه اللي بتدور عليه، لحد ما بتقدر توصل له فعلا، وبتفضل ماشيه وراه لحد مقهى معين. ليزا بتدخل عليه بمنتهى الثبات وبتعرفه انه متورط في قتل جوزها، وقبل ما يعمل اي حاجه بتسحب ليزا قنبله وبتسيبها على الترابيزه، وبتبدا بعدها تقتل في كل اتباع الراجل ده واحد ورا التاني بمنتهى الشراسه والاحترافيه. وقبل ما الراجل يهرب بتديله طلقه في رجله بتوقعه، وعلشان يتكلم بسرعه لانه ما عندهاش وقت بتفضل تضرب النار على جميع اطرافه مره مع التانيه لحد ما بيعترف ان في شرطي هو اللي دفع له علشان يخلص على جوزها، وكأن الموضوع تصفية حسابات بين عصابات. فبتضربه طلقة كمان وبتاخد منه تليفونه، ورغم انه اعترف بكل اللي يعرفه الا ان ليزا الشرسة بتخلص عليه في النهاية. وطبعا اللي حصل ده كله بيوصل للشرطي المتورط، وبيحس ان زوجة القتيل ليها يد في الموضوع. واثناء ما كان الشرطي ماشي بيلاقي طفل بيرمي عليه الشاي وبيطلع يجري. الشرطي بيتضايق جدا وبيفضل يطارد في الولد لحد ما بيستدرجوا الولد لمكان غرقان بالبنزين وقدر يحبسه فيه. ساعتها بتظهر ليزا وبتسأله
ليه قتل جوزها وبتهدده بالحرق. طبعا الشرطي بيخاف وبيعرفها ان في حد دفع له فلوس كتير علشان يقتله، وطبعا هو اللي زور كل الاوراق علشان يبان ان إيريك كان بيتاجر في الممنوعات. وبيحكي كمان ان اللي طلب منه يعمل كده هو مسؤول شرطة امن كبيرة واسمه ارثر. بيأكد لها انها ممكن تتصل عليه وتعمل انها عايزة حراسة وهتقدر تقعد معاه ساعتها. ورغم انها عرفت كل حاجة الا ان موت جوزها اثر فيها جدا، وقررت تحرق الشرطي وهو على قيد الحياة. وبتتواصل بعدها مع سوزان علشان تعرفها باللي حصل، وبتطلب منها تدور ورا الموضوع كويس علشان تثبت براءة إيريك. بعدها بتنجح ليزا انها تحدد ميعاد مع مسؤول الامن ارثر، وبتروح علشان تقابله وبتوري له ساعتها صور جوزها وهو ميت، وبتهجم عليه علشان تخنقه لحد ما بيفقد الوعي تماما. وباستخدام الخطافات الموجودة في المكان بتربط الخطاف في بق ارثر وبتوصله بباب المكتب علشان لو حد فتح بقوة يموت ارثر في الحال. وبتفضل تعذبه علشان يعترف بكل اللي يعرفه، وبتطلب منه يحدد لها ميعاد مع شخص صاحب نفوذ اسمه بارباروسا. وقتها بيحكي لها ارثر ان جوزها كان بيدور ورا موضوع خطير ووقع مع ناس مش سهلة علشان كده تخلصوا منه، ولان التواصل مع بارباروسا صعب جدا بيحكي لها ارثر انها تقدر توصل لابنه ومن خلاله توصل لبارباروسا نفسه. وده لان ارثر معين حارس من عنده لحماية الابن وبيديها كل البيانات اللي محتاجاها عن الموضوع. فبتسيبه ليزا متعلق كده وبتمشي بعد ما كسرت المفتاح علشان يطلع الحراس يضطروا انهم يكسروا الباب. ووقتها بس بيموت ارثر بشكل مؤسف جدا. الموضوع بيوصل لبارباروسا بعدها وبيطلب من المساعد بتاعه يعمل كل اللي يقدر عليه لحد ما يوصل للست اللي عملت كده باي ثمن. وتاني يوم ليزا بتفضل مراقبه الحارس اللي بيوصل ابن بارباروسا وبتدخل معاه العربيه وكانت هتموته، لكن قررت تسيبه لما شافت انه معاه ابن صغير. نزلت الطفل من العربيه وفهمت من الحارس انه بيكره بارباروسا بسبب الاعمال الشريره اللي بيعملها ومستعد يساعدها كمان، وبيطلب منها تديله رصاصه ببطنه لانهم اكيد هيعرفوا باللي حصل وكده امان اكتر ليه. وبتنجح ليزا في خطف ابن بارباروسا علشان تحاول تعمل صفقه مع ابوه، بس بيرد مساعد بارباروسا ولما بيعرف الموضوع بيطلب منها تخلص على الابن لان ابوه مستحيل يقوم بصفقه معاها. وبالفعل بتضرب ليزا طلقه علشان تعرفه انها قتلته، لكن في الحقيقه قررت تعفو عنه بعد ما عرفت علاقته المتوتره بوالده. وهنا بيحكي الابن ليزا عن مصنع الادويه المزيفه اللي بيعملها والده واللي بسببها اذى ناس كتير، وكمان بيخطف اهل القريه وبيجبرهم يشتغلوا في المصنع المشبوه بتاعه. الكلام ده ما كانش عاجب الابن ابدا، علشان كده عاوز يساعد ليزا في القضاء على بارباروسا للابد. وبالفعل بتتحرك معاه لمكان المصنع، ولان الحراس لسه ما وصلهمش خبر موت الابن بيدخلوا بسهوله تامه. وحتى لما بيوقفهم احد العاملين بيزعق معاه الابن وبيجبره يدخله. وقتها مسؤول الكاميرات بيشوف ليزا وبيبلغ بارباروسا، وبيوصلوا للمصنع. واول ما بيشك فيهم شخص ليزا بدون تردد بتديله طلقه تقضي عليه في الحال. وبتدخل تطلب من كل العاملين بتوع القريه يهربوا فورا من هنا، وبتدخل في قتال شرس ومميت مع اتباع بارباروسا وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. لكن بيتصاب الابن اثناء ضرب النار وبيقرر يضحي بنفسه لنجاح المهمه، وبياخد قنبله يدويه من ليزا وبيخليها تهرب. واول ما بيقرب منه الرجاله بيفجر نفسه معاهم علشان يوفر لها الوقت. وبتبقى ليزا زرعت متفجرات في المصنع بالكامل علشان تدمره، بس قبل ما تهرب بتفتكر وفاه جوزها وابنها وبتقرر انها تستسلم وتموت في الانفجار هي كمان. ولكن لحسن الحظ قوه الانفجار بترميها لبعيد عن المبنى والمصنع كله بيتدمر. لكن اهل القريه اللي هي انقذتهم بيقرروا ياخدوها معاهم على القريه، وبيخلوا ست طبيبه بتعالج بالاعشاب تبدا في علاج ليزا المستحيل بسبب اصاباتها الخطيره. وبتحلم ليزا بزوجها وبتتخيل انها حامل كمان علشان تبقى المفاجاه لما بتفوق وهي متضايقه لانها كانت عايزه تموت. بتصدمها وقتها الست وبتقول لها انها ما ينفعش تموت وهي بتحمل الحياه بداخلها. ليزا طلعت حامل وده حرفيا بيغير كل شيء للابد. بتقرر ليزا تفضل مع اهل القريه لحد ما حالتها تتحسن وتشوف هتعمل ايه. لكن واحد من اهل القريه بيبقى خايف لان رجاله بارباروسا بيدوروا على ليزا في كل مكان وممكن تعمل لهم اي مشاكل. وبتلاحظ ليزا ان في ناس كتير مأذيه بسبب تجارب الادويه الفاسده اللي بيعملها بارباروسا واعوانه. وبتتصل على سوزان تعرفها المكان اللي هي فيه علشان تخرجها وبتحكي لها كل اللي حصل. ساعتها سوزان بتعرفها ان العميل اللي شافت اسمه قبل كده في سجلات زوجها المفروض انه كان يقابل زوجها وياخد منه معلومات. العميل ده هيعدي عليها في القريه ياخدها لنقطه الخروج علشان تمشي قبل ما يحصل لها حاجه. وبالفعل بيوصل العميل في اخر لحظه قبل رجاله بارباروسا. ليزا بتودع اهل القريه اللي اتعلقت بيهم وبتتحرك معاه في الحال، وبتفهم ان إيريك اكتشف موضوع المصنع ده قبل ما يموت وكان هيقابل العميل يحكي له التفاصيل، بس للاسف بارباروسا دبر لموته قبل ما يكشفه. بعدها بيوصل رجال بارباروسا للقريه وبيهددوا بقتلهم جميعا. وقتها الشاب اللي كان خايف بيطلب من بنت تعترف بكل اللي تعرفه وبيجبرها على ده والا بنتها هتموت. وعلى طول الرجاله بيتحركوا ناحيه نقطه الخروج، وبتنزل ليزا والعميل يتبادلوا اطلاق النار مع باقي الرجاله بمنتهى القوه والشجاعه. وبتبقى طياره الانقاذ
الانقاذ وصلت وبتقدر توفر لهم الحمايه اللازمه وتساعدهم في القتال، لكن العميل بيتصاب وبيقع على الارض، فبتتعصب ليزا على الاخر وبتقتل كل اللي بيظهر قدامها في الحال بدون تردد. لكن عدد الرجاله كان كبير وبيبداوا يستهدفوا المروحيه، لكن ليزا المحترفه بتقدر تخلص على الرجاله واحد ورا التاني بمساعده العميل. بس الرجاله مش بيستسلموا وبيقدروا يوقعوا اكتر من فرد تبع ليزا بكل قوه، لحد ما بيجي واحد من وراهم وبيضرب النار على العميل، وقبل ما يخلص على ليزا العميل بيضحي بنفسه علشان يحميها. ولحسن الحظ الراجل قبل ما يقتل ليزا كان عايز يعذبها شويه، وقتها ليزا بمنتهى العنف والتحدي بتديله كذا طعنه لحد ما بتذبحه تماما. وبتبكي ليزا على كل الناس اللي ماتوا لحد ما الطياره بتظهر من جديد، وبتركب ليزا فيها علشان تهرب بعد المجزره اللي حصلت دي. وبتوصل ليزا لارض الوطن من جديد، وطبعا سوزان كانت في استقبالها وبتفرح جدا بموضوع انها حامل. ورغم ان الدنيا اتقلبت على بربروسا بعد ظهور ادله كتيره ضده، الا ان المفاجاه هي ان ليزا بتكلمه فيديو وبتاكد له انه هيدفع ثمن موت جوزها. وقتها الحارس بتاع الابن بيبقى موجود، وبيتضح انه اتفق مع ليزا على كل حاجه، وفورا بيضرب بربروسا طلقه يقضي عليه تماما ويريح الناس من شره. وبتعدي السنين وبتخلف ليزا بنت جميله، وبتقرر تبعد عن المهمات وعن الدنيا بحالها علشان توفر لها حياه كريمه وتهتم بيها. وقتها بس بتحس ليزا بالامان والراحه لاول مره من ساعه فقدانها لطفلها الاول ولزوجها من بعده. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا اسطوره. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD أكشن.